عارفين شكل السلسلة اللي فيها charms كتير أوي كده، عجباني أوي فقررت أعملها. أول حاجة جبت كل الحاجات اللي هاحتاجها عشان أعمل السلسلة نفسها في الأول، اخترت شكل السلسلة اللي عجبني وجبت منه متر وتقريبًا كان بأقل من 50 جنيه وده يعمل أكتر من واحدة بس عشان أنا مكنتش متخيلة بصراحة حجم السلسلة هيبقى قد ايه فقلت أجيب بزيادة وممكن أعمل كذا واحدة بعد كده أو كذا شكل تاني. بصراحة مش متأكدة هي هتصدي ولا لأ بس كده أنا مش هالبسها طول الوقت. جبت سلسلة تانية مقاسها عاجبني وحددت المقاس عليها وفي كل قطعة في السلسلة بيكون في حتة كده نقدر نفتحها ونطلع المقاس اللي احنا عايزينه وبعد كده نقفل كويس عشان نتأكد إنه هي مش هتفك خالص. بس لما جبت السلسلة تاني وحبيت أقيسها حسيت إن لأ أنا محتاجة أطول فجبت تاني قطعتين كده زيادة وركبتهم تاني في السلسلة ومفيش أي مشكلة. وبعد ما ظبطت الطول باقي بس القفل اللي هعمله علشان أقدر أقفل السلسلة. جبت شكلين مكنتش عارفة بصراحة ايه هيكون شكله أحسن الشكل العادي ولا الشكل اللي هو فيه من البحر شوية كده. العادي بصراحة حسيته معجبنيش خالص فاخترت الشكل التاني وبدأت أثبته بالحلقات دي. هي بصراحة كبيرة شوية كان المفروض أختار حجم أصغر بس عادي كده مش باين كده بقى تكون السلسلة خلصت بمجرد إن القفل اتركب فكده مش ناقص غير الcharms وأنا مش عارفة بصراحة أعملهم إيه بالضبط. في فكرة إن أعملهم بالclay وهاحتاج ليهم المسمار ده وأنا هاعملهم بإيدي قطعة أو إن أنا أجيبهم جاهزين وهاحتاج ليهم الحلقة دي. فأنا عايزاكم تختاروا معايا أعمل إيه، أنزل وأختار أشكال وأركبها على طول والّا أعمل قطعة بالعجينة؟ أنا مكسلة فحاولوا تختاروا حاجة سهلة شوية وهاعملها معاكم الفيديو الجاي.